على ملعب الشهيد مختار عبد اللطيف استقبل أمل بوسعادة ضيفه اتحاد الحراش على أمل الحفاظ على ريادة الرابطة الثانية هواة لمجموعة الوسط. وبدت نوايا أصحاب الديار واضحة بدءا من الدقيقة 14، حيث قدم قائد الفريق إبراهيم الجناري تمريرة سحرية لزميله عابد الذي ضيع أول فرصة لفتح باب التسجيل. لاعب اتحاد الحراش خواس يرد بهذه الطريقة. الصفراء حاولت مرة ثانية عن طريق حسام بيوض من ركنية لكنها جانبت الإطار. الدقيقة 35 المهاجم عابد يتفنن في تضييع الفرص للأمل. 7 دقائق بعدها حمزة دراج يقدم كرة جميلة للاعب حسام بيوض، لكن الأخير لم يكن في المكان والزمان المناسبين. الشوط الثاني كان أكثر ديناميكية رغم تواصل تضييع الفرص من لاعبي اتحاد الحراش. نفس الشيء مع هذه الفرصة التي ضيعها دراج في الدقيقة 64. ومع العد التنازلي لنهاية المباراة استطاع حمزة دراج أن يسجل هدف المباراة الوحيد والثاني له 10 دقائق فقط قبل نهاية الوقت الرسمي بعد ترويض جيد للكرة. أشبال جمال مناد حاولوا قتل المباراة في آخر أنفاسها عبر اللاعب لعلوج محمد بعدما قدم له حمزة دراج تمريرة مليمترية لينتهي اللقاء بوقع هدف دون رد لصالح